السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال يا رب، اللهم امين. النهاردة ان شاء الله هتكون اجابتي على كل الاسئلة اللي جت لي في الفيديو اللي فات. لكل اللي حابب يتعرف عليا النهاردة ان شاء الله هجاوبكم على كل الاسئلة اللي سألتوها لي. هنبتدي باول سؤال. اول سؤال يا حبايبي جالي من حبيبه قلبي، اسم الايميل بتاعها بدون اسم، هو اسمه كده. هي بصراحه جمعت كل اسئله المتابعين وبتضحك وتقول لي انا قمت بالواجب نيابه عن كل المتابعين، لانها جمعت كل الاسئله اللي ممكن اي حد يسالها في سؤال واحد بس. انا طبعا هجاوبك يا حبيبتي ومش هسيب ولا سؤال ابدا. اول سؤال بتقول لي انت عندك كام سنه؟ انا طبعا ما بتكسفش ان اقول سني وعادي جدا. انا عندي 30 سنة دلوقتي بالظبط. وكمان تاني سؤال بتقول لي بتشتغلي ولا ست بيت؟ لا، انا ست بيت ما بشتغلش. تالت سؤال بتقول لي انت منين في الغربية؟ انا من طنطا، في بلد جنب طنطا كده، قرية صغيرة اسمها متحبش القبلية. هي جنب طنطا كده بشوية يعني. بنركب لها العربية مجرد 5 دقايق بنكون في طنطا بالظبط. فيعني جنب طنطا بحاجات بسيطة، فأنا دايما أقول من طنطا لأن القرية بتاعتي صغيرة ومش معروفة. فكل اللي عارف طنطا، فعشان كده لما حد بيقول لي انت منين بقول له من طنطا. تالت سؤال بتقول لي متجوزة في نفس بلد أهلك؟ أنا متجوزة في بلدي، اتولدت فيها واتجوزت فيها. وكمان بيت أهل قريب مني يعني مش بعيد. بينا وبين بعض كده يعني حوالي 3-4 شوارع، مش كتير. بعد كده السؤال اللي بعد كده بتقول لي عندك ولاد غير حفصة؟ طبعا انا عندي حفصة دي الصغيرة. هي بنتي الوحيدة على 3 صبيان. معايا 3 صبيان، معايا ابراهيم عنده 9 سنين، ومعايا ياسين عنده 8 سنين. ومعايا كمان يوسف في الحضانة. ربنا يبارك لي فيهم يا رب ويبارك لكم في اولادكم ان شاء الله. السؤال اللي بعد كده بتقول لي انت مرتاحة في الريف ولا طموحك تعيشي في المدينة؟ طبعا انا مرتاحة في بلدي، بحبها جدا. وما عنديش طموح ابدا ان اعيش في المدينة، لان طبعا الريف دلوقتي الكل اللي ما يعرفش بقى زي المدينة بالظبط، ما يفرقش عنه في أي حاجة، وكل الإمكانيات موجودة ومتاحة عندنا. وطبعا عندنا كل اللي بنتمناه في بيتنا وفي بيوتنا والبلد بتاعتنا يعني مش بلدنا لوحدها، كل الريف المصري دلوقتي بقى متمدن جدا جدا. وبقى موجود في بيته كل اللي موجود في المدن بالظبط. وعندنا يعني كل حاجة، كل الإمكانيات موجودة في الريف دلوقتي ومفيش أي حاجة ناقصاه. بدليل طبعا السوشيال ميديا والنت اللي بقى في كل بيت وكل حاجة. يعني ما عنديش طموح أبدا إن أسيب بلدي، لأني مرتاحة فيها جدا وبقدر أعمل كل اللي أنا عاوزاه فيها من غير قيود ومن غير أي حاجة. ده كان جوابي على السؤال، طولت فيه شوية. طبعا آخر سؤال بقى، خلاص تقريبا كده انا خلصت كل الاسئله. هي بقى بتضحك وتقول لي انا قمت بالواجب نيابه عن كل المتابعين. تحت امرك يا عسل. انا يعني لو كان في اسئله تانية ليكي كنت هجاوبك عليها برضه. تاني تعليق جالي من قناة منورة ستايل، حبيبة قلبي منار بنت بلد طبعا من طنطا. بتقول لي والله يا ام حفصة انت شخصية تتحبي في الله بدون اي كلام تاني، وبعدين الطنطاوية كلهم عسلات. ربنا يخليكي يا حبيبة قلبي، والله ده من ذوقك طبعا، وانت اجمل. وطبعا ده يدل على شخصيتك الجميلة، لانك طبعا كلك ذوق. هي صاحبة قناة منورة ستايل، قناتها حلوة جدا يا بنات، يا ريت تروحوا شوفوها. تالت سؤال معايا يا حبايبي من قناة أكلات مصرية في السعودية، طبعا صاحبة قناة أكلات مصرية في السعودية. بتقول لي ازيك يا أم حفصة، انت إنسانة خلوقة، ربنا يكرمك يا حبيبتي. بتقول لي انت كمان محترمة، ربنا يبارك لك. هو انت من طنطا زيي؟ منين بقى؟ احنا طلعنا بلديات. تقريبا النهارده كل اللي علقوا لي وسالوني كلهم طنطاويه. طبعا انا مبسوطه جدا جدا انكم من بلدي ومن محافظتي. انا يا حبيبه قلبي زي ما قلت لك في السؤال الاولاني جاوبت عليها طبعا. انا من قريه جنب طنطا، قريه صغيره اسمها متحبيش. بعد كده صاحبة اكونت لا اله الا الله بتقول لي انت من اي حته في مصر؟ اتمنى تشوفي سؤالي. طبعا شفت سؤالك وهقولك انا برضه جاوبت على السؤال، لان حبيبتي بدون اسم فعلا قامت بالواجب، وانا جاوبت على كل الاسئله اللي ممكن هتكون جايه بعد كل الاسئله دلوقتي. انا يا حبيبتي من الغربيه، طنطا، بلد اسمها متحبيش.
حنان محمد بتقول لي انت منين يا ام حفصه؟ انا من الشرقيه. احسن ناس يا حبيبتي طبعا الشرقيه. انا من الغربيه من طنطا. هتني اكرر في السؤال تاني. وفي قريه صغيره اسمها متحبش الابليه. طيب ام ملك وايامها في امريكا، صاحبه قناه ام ملك وايامها في امريكا، بتقول لي حبيبه قلبي ام حفصه، عاوزه اقول لك بس ان احبك في الله، احبك الذي احببتني فيه يا حبيبتي. كل حلقاتك جميله، ربنا يكرمك ويبارك لك. ربنا يخليكي طبعا، ده من ذوقك ومن بعض ما عندكم. طبعا قناتك جميله جدا ومن القنوات القليله اللي بتعجبني وبيعجبني تفكيرك طبعا. وبحس ان احنا تفكيرنا قريب من بعضه، وبحب اتابعك جدا يا حبيبتي. ربنا يجازيكم كل خير يا رب. صاحبة اكونت قلب متعلق بالله بتقول لي انت منين؟ من طنطا. عاوزة اعرف منين بالظبط، لان حياتك في بيتك نفس حياتي ومحتاجة اتعرف عليك اكتر. انا رديت يا حبيبتي كذا مرة على السؤال ده وهقول لك برضو تاني. انا من طنطا، في بلد اسمها متحبيش القبلية جنب طنطا. يعني اركب لها العربية كده 5 دقايق بالظبط واكون في طنطا. تالت حاجة، تالت ايه، لا احنا قلنا اسئلة كتير. بعد كده في ايميل اسمه مي صبحي او مي صبح، مش عارفة انا قريت الاسم صح ولا لا، هو بالانجليش. بتقول لي بحبك في الله، صوتك تبارك الله مريح جدا، جددي وربنا يوفقك. بس اوعي تحرمينا من الاكل البلدي الجميل. طبعا يا حبيبتي عمري ما هحرمكم ابدا، لان طبعا هي قناتي محتواها ان اعمل لكم اكل الريف كله. وربنا يكرمك يا رب على كلامك الجميل اللي بتقوله لي ده. بعد كده ايميل بالاسم ميديا ماجد، حاجه زي كده برضو. انا طبعا اختكم بعافيه شويه في الانجليزي، معلش لو كنت قلت الاسم غلط. بتقول لي انا حبيت طبخ الغدا في نص ساعه، قصدها يعني ان انا لما عملت فيديو طبخ الغدا في نص ساعه عجبها جدا. وهي بتقول لي انا من العراق، نورتني يا حبيبتي. وطبعا انا عندي من العراق ناس غاليه عليا جدا جدا، بيتابعوني ودايما بيشجعوني، منهم حبيبه قلبي امة الله. ببعت لها تحياتي. بتقولي وبحب اتكلم باللهجه المصريه، طبعا شرف لينا انك تتكلمي باللهجه المصريه. بتقولي ما عنديش اسئله لان ما بحبش اطفل على حياه حد، وكفايه دعواتك لينا. ربنا يكرمك يا حبيبتي ويصلح حالك يا رب، اللهم امين يا رب. بعد كده الايميل اللي بعد كده اسمه راجية الفردوس. بتقول لي بيعجبني اخلاصك واتزانك وطريقة تفكيرك. متشكرة جدا يا حبيبة قلبي، والله كلامك بيدل على شخصيتك الجميلة وعلى ذوقك وعلى تربيتك العالية. بتقولي والفيديوهات المكتوبة بيكون فيها نصايح جميلة تدل على شخصيتك الرائعة. ربنا يكرمك يا حبيبتي، والله كلكم انتوا اللي ناس رائعة وكلكم اللي ناس محترمة جدا بدليل كلامكم الجميل اللي ما فيش زيه يعني في الدنيا. ربنا يخليكم ليا ودايما تشجعوني كده. بعد كده قناة أصل الطعامة بتقول لي التعرف على شخصيتك يزيد من محبتك. ربنا يكرمك يا رب ويخليكي على كل الكلام الجميل ده. مش عارفة اشكركم ازاي بجد، والله يا حبايب قلبي انتوا ما تعرفوش قد ايه الكلام الحلو ده بيشجعني وبيرفع معنوياتي وبيحسسني ان انا يعني انا عندي اختين بس. حاسه ان انا عندي دلوقتي اخوات كتير جدا جدا في الله وبحبهم قوي ونفسي اتقابل معاهم في اي يوم من الايام يا رب. حبيبتي هند والافكار البسيطه، صاحبه قناه هند والافكار البسيطه، بتقول لي فيديو جميل. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ده من ذوقك. اخر سؤال معايا يا حبايبي النهارده، انا سبته للاخر عشان اعرف ارد عليها. بتقول لي هي اسمها روتي. بتقول لي انا عاوزه مساعده ازاي اتغلب على عصبيتي الزايده لدرجه ان القولون على طول منتفخ، ازاي ابقى برد. والله يا حبيبتي انا حاسه ان انت بتتكلمي عني بالظبط طبعا، بس من فتره طويله شويه. الحمد لله دلوقتي بدات اتغلب على عصبيتي. انا كنت زيك كده ويمكن اكتر كمان، كان اقل شيء ممكن يعصبني وينرفزني بجد كانت يعني صفة وحشة جدا جدا فيا، والحمد لله بدأت اتغلب على ال3/4. فاضل ربع فيا كده ان شاء الله باذن الله اتغلب عليه هو كمان. عاوز اقولك الاول دايما كده فكري ان العصبية دي هتكون سبب لمتاعب كتير في الجسم. يعني انت بتقولي اهوت على طول القولون منتفخ، ده حاجة بسيطة جدا بالنسبة لأضرار العصبية. يعني العصبية ممكن تسبب لنا لا قدر الله أمراض كتير جدا. فأنا قعدت كده مع نفسي قعدة هادية وبدأت أفكر وأقول طب إيه آخرة العصبية دي؟ أنا هفقد صحتي وهفقد يعني كل ملذات الحياة. ما أنت لما بتكوني عصبية ما بتحسيش بأي حاجة في الدنيا خالص، ولا بتفرحي من أي حاجة، وكل حاجة بتبقى منكدة عليك.
فخدت قرار وقلت لازم اتغير، انا مش هينفع اعيش كده. انا هعيش حياتي مره واحده بس، يعني هتني كل حاجه صغيره وكبيره اتعصب عليها، مش هينفع كده. بدات يعني اقرا كتير واتفرج كتير على ازاي انا اكون انسانه هاديه واعصابي هاديه. بدات لما اشوف الولاد بيعصبوني في حاجه اعمل نفسي مش واخده بالي. يعني لما تكون حاجه ما تستاهلش قوي اصلا، انا يعني برضو هقول لك ممكن احنا كشخصيات عصبيه نتعصب على اتفه الاسباب، فده غلط طبعا. لما تشوفي ولادك بينرفزوكي في حاجه اعملي نفسك مش واخده بالك، طنشي مره واتنين وتلاته وبعد كده اتصرفي. حد ضايقك بكلمه ما تحطش في بالك قوي، يعني احنا شخصيتنا، يعني اي حد عصبي عارف الكلام ده. اقل كلمه ممكن تضايقه، ممكن كلمه صغيره كويسه ترفع مودك في السماء وتخليكي عندك باور عالي كده وسعيده جدا. فانا كل اللي هقدر انصحك بيه النهارده اللي انا بدات اعمله، ان فكرت في صحتي وان ولادي محتاجين لي، فلازم احافظ على نفسي واحافظ على يعني ان افضل دايما هاديه واعصابي رايقه، علشان ده بينعكس على بيتي واولادي. طول ما انت اعصابك مرتاحه وهاديه بيطلع منك احسن حاجه في الدنيا، بيطلع منك احسن طبيخ، بيطلع منك احسن تنظيف في البيت، بيطلع منك احسن معامله للناس اللي حواليكي، فبتعيشي حياه مبسوطه وبتعيشي حياه مستقره. لكن طول ما انت عصبيه دايما متنكده، ودايما كل اللي حواليكي انت بتعصبي عليهم وبتتنرفزي وممكن كمان حد تضايقي حد بسبب عصبيتك لان هو ملوش ذنب في عصبيتك دي، ما يكونش هو سبب نرفزتك اصلا، فانت تتنرفزي عليه فبتزعلي الناس منك. فطبعا دي حاجه ما انصحكش بيها ابدا، فلازم تفكري مره واتنين وتلاته في صحتك، دي اهم حاجه. علشان طبعا ينعكس على الناس اللي حواليك. هتقولي لي الناس اللي حواليا هم سبب عصبيتي، معلش استحملي. احنا عايشين في الدنيا بنجاهد نفسنا وبنجاهد كل شيء في الدنيا علشان نوصل لأحسن حياة وللسعادة. فعلشان كده يا حبيبة قلبي أنا كنت أصلا عاملة فيديو عن الموضوع ده، ياريت تشوفي في القناة، وهو ازاي تتغلبي على عصبيتك وازاي تحلي مشاكلك. ياريت تشوفي الفيديو هتستفادي منه كتير. اعتقد كده كل التعليقات انا خلصتها وقريتها وجاوبت عليها. اتمنى ما اكونش نسيت اي سؤال، واتمنى اكون رديت على كل الاسئله وتكونوا عرفتوني اكتر. ولما تكونوا تعرفتوا عليا اتمنى تكونوا حبتوني اكتر، ما تكونوش يعني تقولوا حاجة تانية، تكونوا حبتوني. ان شاء الله بإذن الله يا حبايبي الفترة اللي جاية ان شاء الله هغير في القناة حاجات كده اتمنى تعجبكم، وهجدد في الفيديوهات وهعمل نوعية فيديوهات انا ما كنتش بعملها قبل كده. وان شاء الله كده حابه ان انتوا تدعوا لي ربنا يوفقني ويكرمني، واقدر استمر في القناه بتشجيعكم وبدعواتكم، لان بجد القناه دي بدات كده حسيت ان انا يعني ديت جزء من حياتي وما اقدرش ان انا اتخلى عنها ولا اسيبها ابدا. لان حياتي اتغيرت بجد، وحياتي زي ما انا بفيدكم وبحس ان انا فيديوهاتي بتفيدكم وان بتعجبكم وكده، زي ما انتوا كمان كلامكم ده بيخليني يعني حاسه بذاتي وحاسه ان انا بعمل حاجه كده كويسه في الحياه. اتمنى تكون صدقه جاريه ليا بعد ما اموت ان شاء الله، وتفضلوا كده فاكريني بيها وتدعوا لي، واي حد اتعلم حاجه مني تكون في ميزان حسناتي. وشكرا لكم يا حبايب قلبي على التفاعل الجميل. عايزه اقول لكم بقى كفايه كده عشان ما تزهقوش، لاني اتكلمت كتير جدا جدا. اسيبكم يا حبايبي في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.